اي هذه مخطوطات على الفخار كيفاش يكتبوا على الحجر. ها اي شوف كيفاش كانوا يكتبوا القران على الحجر وعلى الخام باش يسحب على الالواح او بدون شكل وبدون تنقيط. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سورة أنزلناها، سورة النور أنزلناها وجعلناها فرضناها آية. أي أوكي. سورة أنزلناها، سورة النور، سورة النور سورة النور. فهمتي؟ هنا في مطويات. أي هذه ظلفة على ظلفة خطب، الله أعلم شنو الخطب. ظلفة نوع من يكتبوا حتى يورثوا. ما ثم كتب عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عندوش بتاع نخلة أو بتاع نخلة. هذا على النخلة، على نخلة أو جريدة، على جريدة. أي كرنافة باش ما تبيعش عليه باش ما تضيعش بطبيعة. ثم حافظة وثم الكتبة. الحافظة اللي عنده الملكة نتاع الأصل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هم يحفظوا والآخرين يكتبوا. القرآن قاعد مشتت عند الصحابة، عند أم عائشة، عند كذا. التجميعة الأولى نتاع القرآن جمعت في عهد سيدنا أبا بكر رضي الله عنه. التجميعة الأولى نتاع القرآن مش عند سيدنا عثمان رضي الله عنه، في عهد أبي بكر رضي الله عنه. هذه الجمعة الأولى، وثم وقعت الجمعة الثانية في عهد سيدنا عثمان اللي لمت فيها حرق كل ما هو هذا موجود، ولمدوا كل في كتاب يسمى الساعة غاديكا. هذه شوفوا هنا على الأوراق، هذه على الجلد، هذه على كتف شات، على كتف شات، على كتف شات، على العظم. شفتوا هيك على شنو سيدنا على ياسر حوايج وبعدين يعني وين يجي الوحي. شوف جاء الوحي اليوم نزلت سوره ولا ايه والصحابه موجودين كتبه عند اللي عنده قدامه يكتب على خبيها في ده. هذا عنده لوحه، هذا عنده عظمه، هذا عنده كتف، هذا. من بعد سيدنا ابا بكر لما بداوا يموتوا القراء الصحابه، وخصوصا في الغزوه اللي في غزوة اليمامة، يعطيك الصحة، غزوة اليمامة، وفي الذي غزوة اللي قتلوا فيها مسيلمة الكذاب، فهمتي؟ هي اللي فيها ماتوا ياسر حفظة. فسيدنا عمر رضي الله عنه اقترح على سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كي يجمع القرآن. سيدنا عمر خاف، قال أنا هذا ما عملوش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي يستخير المولى عز وجل ويدعو المولى عز وجل ليهديه إلى الصواب. فرأى أنه لا بد أن نجمع القرآن، فجمع القرآن كله. جمع القرآن، اللي عنده عنده آية هاتها، اللي عنده سورة هاتها، اللي عنده كذا. شكون جمع القرآن؟ الحفظة والكتبة، وعلى رأسهم زيد بن ثابت. أي سيدنا زيد بن ثابت. مش عارفه ذيك يدوروا ذيك الثانيه ما ثم الحفظة يحفظوا ايوه اللي حفظوا. الحفظة قعدوا مع بعضهم، نسقوا مع بعضهم ما هو مكتوب وما هو محفوظ، جمعوه الكل. القرآن جمعوه به. وقت جمعوه هذايا ما زال عند الكتبة بعض اللحد. لما مات سيدنا أبا بكر ومات سيدنا عمر، جاء سيدنا عثمان، هو أول ما تكتب القرآن في كتاب. هم تو جمع الكل القرآن، اللي عنده عظم جابه واللي عنده جلد جابه، جمع القرآن، لكن ما تكتبش في كتاب. أول كتاب تكتب القرآن فيه هو في عهد سيدنا عثمان، وكتب منه 5 نسخ. كل المدينة خلى فيها نسخة، ومكة فيها نسخة، والعراق فيها نسخة، والشام فيها نسخة، واحتفظ بنسخة لنفسه. فشوفتوا انتم تو كتاب برك يمشي للعراق يتعلموا منه الناس الكل، كتاب برك يمشي لليمن يتعلموا منه الناس الكل، كتاب برك يمشي للشام يتعلموا منه الناس الكل. احنا الكتب موجوده وبالشكل وبالالوان وما نعرفش شنو، وتسيلو يقرا ومعلم يقري وتفسير وكل شيء، واحنا معرضين على القران وعلى تدبر القران. شفت على روح جمل كتف جمل في المدينة. اي بدأ الوحي في مكة وبعد في المدينة. شفتوا الفضل اللي علينا احنا ربي سبحانه وتعالى
تفضل علي بقى. شفت هذه توا على مخطوطة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هاي بعد هذه الله أعلم، لا مكتوبة لا شيء، تصعيب الواحد باش اذا عندكم فرق مش قرآن، لا عدد الله أعلم، معناتها مخطوطة وثيقة هذا هذا يسمى تو كتب، هذا مسهلين هكا، أما هكا هو الصعيب واضح هذا. هذا يسمى سهل، هذا واضح. أما هذا الواضح لو كان بدك تقرأ منه مش تقرأ منه. الكتاب تاع جدي تاع البشير تنجيبوه لغايه الجامعه إن شاء الله. ما شاء الله من الكتاب تاع الحديد تاع السيوف تاع الشفاء. الكتاب هذه آية على رقم تاع جلد، كيفاش مقطع ومحروق وكيفاش منها شوي. لمدوها مع بعضها. تو هذه يسمى هذه حديثة، هذه وهذه حديثة. لو كان تجيب تقرا منهم تجيب تقرا منهم. الخط هذا مكتوب باليد، كوفي هذا. اي اسير ان الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من احدهم من الارض ذهبا ولا افتدى به. لا هذه سورة آل عمران، هذه آل عمران، سورة آل عمران، هذه سورة آل عمران. الحمد لله. الرحمن علم القرآن. ها الفاتحة كيفاش كانت مكتوبة، ها الفاتحة أو كلمة الفاتحة كيفاش كانت مكتوبة. آية منقوشة على حاجة. لم نقطع على حتى شيء، المغضوب عليه. كيف شفتها على الحجر، هذه آيات مكتوبة على الحجر، منقوشة على الحجر. كل هذا المعرض الحمد لله ربي شفناه واكرمنا به باش نشوفوه وزرناه. من عباد ما تحبش تجي تشوف.